الحين معانا حصة كيورد بس فقط. خلكم مركزين، اللي عنده كيورد خليجي 17 ولا 13 من 13 وطالع لين 17. خلكم مركزين. اللي يبى مسجل في المسجل يبى البلوتوث، كيف الطريقة، وش تحتاج وش ما تحتاج. طبعا تحتاج بس فقط مسجل حق ستاندر امريكي، اكورد ستاندر امريكي، تحتاج مسجل بس فقط. الشاشة اللي فوق ما تحتاج لها. طبعا الفيش الافياش كلهم يركب ما عدا فيش واحد. عندكم طريقتين بس. الطريقة الاولى انك تجيب فيش حق اللي يركب في المسجل، زين، وش تسوى؟ تفك الاسلاك وتركبه في الفيش هذا، بس نفس الترتيب بالضبط. تفك السلك وين ترتيب بالضبط تركبه، الخانة الأولى، الخانة الثانية، الخانة الثالثة. طبعا هذا ما شغلتك شغل محل مسجلات ولا الكهربائي باختصار. والطريقة الثانية انك الفيش اللي موجود حق النظام في الوكالة، ضفية الوكالة، شيء طريقة حلها والله أنا ما أدري، بس سواها واحد من الرياض، خبرت أنا الفكرة وسواها هو. الفيش ما أدري والله صراحة كيف سواه، بس شل المسجل وشل مع محل مسجلات وضبطه حاله وضبط عند الحمد لله واشتغل وأموره طيبة. طبعا شاشة تتغير، اللي فوق تتغير، أتوقع أنها إنجليزي كذي بس حلوة، أموركم كلها طيبة، تتعلم شوية إنجليزية صراحة، وهذا كل شيء. يعني يلتغى النظام اللغة العربية تحول إنجليزي للمعلومية فقط، وهاي كل شيء.